التجاهل، بخلاف طبعا الخيانة. أول ما تحسسيه إنه مش فارق معاكي، هو هنا بيحس إن هو ملوش قيمة بالنسبة لك، ودي في حد ذاتها بتبقى صدمة. وإن وجوده في حياتك كان وجود مؤقت. مش بس كده، ثقته في نفسه بتتهز، بيشك في نفسه، في شكله، في كلامه، في كل حاجة كان فاكرها مميزة في عيونك. وكل ما التجاهل ده بيزيد، بيبدأ هنا كمان يشك أساس مشاعرك من البداية كان صح ولا غلط. هو كان بجد حب ولا كان مجرد مرحلة وعدت في حياتك؟ بيفكر يمكن في حد غيره دخل حياتك. الراجل مش دايما بيبان عليه ده، بس التجاهل ممكن يقتله في صمت. فلو حضرتك بتحب الراجل اللي في حياتك، اوعي تجربي انك تتجاهليه، لان حتى لو رجعتوا لبعض واتصفيتوا واتكلمتوا وكل واحد فيكم خرج اللي في مشاعره للتاني، بدأتوا مع بعض صفحة جديدة، تأكدي ان عمره ما هيرجع معاكي زي الاول، لان اكيد في حاجة جواك راجل اتكسرت منك وانت مش واخدة بالك.